وصلت من جديد، كرة ملعوبة من حسين زكواني، حسين ولكن هنا في راس البريك. حلوة الاسيست من فراس بريكان، ويلا انطلاقة سالم، توغل سالم الدوسري الاسطورة. يلا سالم عرضية، جول جول الثاني للمنتخب، جول الثاني للمنتخب السعودي يا اخوان. يا عيني يا الصقور الخضر، يا عيني يا منتخبنا، اخلط يا سالم، اخلط جزر القمر، اخلطهم خلط يا معلم. يا الله السيناريو يتكرر. الهدف الثاني، اصحاب الهدف الثاني هم نفسهم اصحاب الهدف الاول. ايش هذه الثنائيه الخرافيه يا سالم ويا محمد كنو. يا عيني يا سالم الدوسري، ويا عيني يا محمد كنو. شوف العرضيه مره ثانيه كمان يا اخوان. سالم الدوسري هو صاحب الاسيست لجميع اهداف المنتخب الى الان في كاس العرب ما شاء الله. 1-2 بين سالم الدوسري وبين محمد كنو، وسالم عرضها لمحمد كنو، فينش خرافي. شوف الاعاده 1-2 بعدين عرضيه من سالم وفينش اسطوري من محمد كنو. يا عيني محمد كنو مسجل هدفين يا اخوان، مسجل الهدف الاول والهدف الثاني، وسالم الدوسري عامل اسيستين، الاسيست الهدف الاول واسيست الهدف الثاني. يا عيني والله 1-2 تيكي تاكا ولمسات. ايش هذا المتعه يا منتخب، ايش هذا المتعه يا اخضر، ايش هذا الفن يا اخضر. والله متعه، اقسم بالله متعه، والله متعه. وهذا كله وهيرفي رينارد مو موجود يا اخوان مع المنتخب، مو موجود لانه حضر قرعه كاس العالم في امريكا في العام 2026. وهذا كله قاعدين نشوف المنتخب مقدم مستويات اسطوريه. يا عيني يا المنتخب، يا الله والله اساطير يا اخوان ما شاء الله. ايوه هذا المستوى، هذا الجرينت اللي نحتاجه من المباراه الماضيه ضد عمان وحاليا ضد جزر القمر. يا عيني يا اخوان، سالم الدوسري عامل كل الاسيستات، الاربع اسيستات ما شاء الله لاهداف المنتخب كلها. وحاليا محمد كنو مسجل هدفين في هذه المباراه، الهدف الاول والهدف الثاني. سالم الدوسري هدفه اسيستاته كلها عرضيات، كلها عرضيات والله ما شاء الله. عرضيات سالم يا اخوان في هذه البطوله عرضياته بالملي، عرضياته سم، عرضياته تدرس ما شاء الله يا اخوان. سالم الدوسري تقريبا لا اتوقع بهذه الاسيستات هو اكثر صانع في حاليا، هو المركز الاول كصانع لعب في، هو اعلى صناعه للعب يعني في كاس العرب حاليا ما شاء الله يا سالم. والله ايش هذا المستوى الاسطوري يا سالم، وايش هذا يا محمد كنو ويا عبد الرحمن العبود حاليا والله مقدم مستوى كبير. عبد الرحمن العبود سونيك في هذه المباراه ما شاء الله. الثاني للمنتخب يا اخوان، والثاني للمنتخب. والله تحيه للمنتخب السعودي. يا عيني المنتخب، باذن الله المنتخب اذا فاز في هذه المباراه رسميا المنتخب السعودي حيكون ضمن التأهل لدور الادوار القادمه اللي هو دور 32 اتوقع صح ولا دور 16. المهم انه حيتأهل للدور القادم خلاص من دون ما يرجع للمباراه الثالثه اللي هي مباراه منتخب المغرب. خلاص يعني مباراه منتخب المغرب بكذا باذن الله حتكون تحصيل حاصل اذا فاز المنتخب في هذه المباراه باذن الله.